هتكلم معاك النهارده عن بدايتك. تمام. بتكلم عن احكي لنا بقى بدايتك مم. بدأت ازاي؟ انا اول حاجه كتبتها كشعر كتبتها وانا عندي 16 سنه. كانت عباره عن اغنيه. كانت بتتكلم عن اليتيم وعن يعني انسان اليتيم، كذا اغنيه رومانسيه وبتاع. بس ما حبيتش السكه دي امشي فيها. بعد كده ان شاء الله ربنا وفقني وكتبت اكتر من قصيده. ولسه عامل ديوان شعر 2016 اسمه مصر الجاي. شايف مصر جايه قويه، دايسه على الصعب معديه، رافعة ايديها وشايلة العلم ضد الظلم وقفة أبية. شايف مصر حلوة بهية، حلوة صبية وأحلى حرية، جاية ورسمة خط السير، رسمة الخير مش بايعة قضية. الحكاية هي مصر، الحكاية مش عادية، والحكاية شعب مصر اللي قام بثورة قوية. شاب مصري معاه مصرية، نزلوا طلبوا بالحرية، قالوا عشانها احنا نموت روحنا ليها أقل هدية. أمي وأبويا، أختي وأخويا، وابن فداكي يا مصر يا غالية. ذل ودقنا، ظلم ودقنا، وتعذبنا بعقول غبية. كانوا فاكرين الحكم هيبقى وإن نهايته أكيد مش جاية. كانوا ناسين الشعب المصري، شعب العند والندية، اللي عمره ما يرضى بذل لو هيبقى العمر ضحية. شايف مصر جاية أوي. أنا مش وراء الاجتماعيين. أنا بحب أتكلم عن الاجتماع، عن الحب اللي هو يعني مش حب بين واحد وواحدة، لا، أحب أتكلم عن الحب الاجتماعي اللي بين الأشخاص. أحب أتكلم عن مثلا عن الإنسان من جوه، إيه تصرفاته، إيه أفعاله، بيخاطب نفسه إزاي. هو ده اللي أنا بحب أتكلم عنه. أتكلم عن الوطن، أدافع عن الوطن لو حد بيهينه يعني. دي سياستي في الكتابة، أو ده تفكيري في الشعر. طبعا الشعر مش مرتبط بأي حاجة، الشعر عمره ما كان محدد أو مقنن أو كده. لكن انا كاحمد درويش بحب اكتب في سكه ان انا ادافع عن وطني، في سكه ان انا اوجه انسان بكلامي برساله معينه توجهه لطريق كويس. هو ده هدف الشعر. لكن ما بحبش الشعر الغزل الصريح، شعر الحب يعني المفضوح دوت، ماليش فيه بصراحه. تمام. طيب ايه رأيك في كلمات اغاني المهرجانات؟ لا طبعا، ده حاجه يعني هقولك. هو في كلام ناس كاتبه كلام كويس في المهرجانات، لكن الموسيقى ظلمتها والتسويق بتاعهم اللي هو اللي بيشغلوه في الديجيهات والحاجات دي ظلمه الكلمات. لكن طبعا ده قلما تلاقي حاجه كويسه يعني. لكن كله زفت، مفيش حاجه كويسه، مفيش ايه. ما بتشجعش؟ لا طبعا ما بحبش المهرجانات دي خالص، ما بشجعهاش اصلا. الموسيقى بتاعت المهرجانات خطيره اصلا، خطيره جدا علينا احنا يعني نفسيا خطيره على الاشخاص. مش ان هي كويسه، لا، ممكن تعمل حاله هستيريه للشخص، ممكن ينفذ اي حاجه غير طبيعيه. ما هو واحد بيرقص في الشارع ممكن ماسك مطوه عور واحد، مش عارف. يعني الامور هي خطيره جدا جدا جدا، بس احنا مش واخدين بالنا. طب رأيك في كتابة الشعراء من الاجتماع للسياسة، او ان هم بيكتبوا السياسة؟ انا بس في نقطه عايز اقولها لك، ان الشعر دوت ما هو الا احساس، تجربه. الشاعر فينا او اللي بيكتب شعر بيمر بيها، سواء سياسيه او سواء اجتماعيه او سواء عاطفيه او سواء دينيه. انا بمر، كل واحد او فنيه عموما بيمر بالامور دي كلها كشاعر. فبيحط نفسه مثلا ان شايف ان الامر يحتم عليه ان يكتب قصيده يدافع بيها عن وطنه كسياسيا. انا شايف كله عمال يضرب في بلدي، لا، بلدي جايه ان شاء الله، ورحت كاتب مثلا مصر الجايه. اذا الشاعر مش مرتبط بحاجه، الشاعر بيكتب ما يشعر به واللي هو شايفه قدامه في المجتمع، الامور ماشيه ازاي، سواء سياسي او اقتصادي او فني او ديني، ايا كان نوع الشعر ايه. هو شاعر بيعبر عن الناس، فلازم يكتب كل الانواع، كل الثقافات، كل حاجه. بس طبعا يعني الكلام لازم نختاره، عشان ما ينفعش نكتب كلام يشمئز منه الاخرون. يعني ما ينفعش خالص ان انا مثلا ازعل حد في الكلام، او الالفاظ وحشه على السمع بتاع البشر، ما ينفعش. فالشاعر يشعر بكل شيء. ان شاء الله انتظروني قريبا على قناه النيل لايف باذن الله، قريب ان شاء الله. والديوان الجديد بتاعي نازل في معرض الكتاب 2017 اسمه عذراء ولكن، واغنيه جديده ان شاء الله نازله كمان 10 ايام اسمها انا قدها ان شاء الله، من كلماتي والحان الملحن الشاب محمد عبد الله ربيع، وتوزيع الموسيقى الاستاذ الفنان عمرو من اسكندريه هو، وهندسه صوتيه الاستاذ المعروف طبعا المهندس مش مهندس محمد مصطفى، ده معروف جدا في الوسط الفني.
فربنا يوفق ان شاء الله قريبا باذن الله. طب كلمة للحرية. انا بشكر جريدة الحرية، وبشكر رئيس التحرير الاستاذة فاطمة علي. تمام. ربنا يا رب يوفقكم ونشوفكم من الفترة الجاية احسن واحسن ان شاء الله. اتمنى التوفيق ان شاء الله.